السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكم زينة التوعية، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وتلاقيكم لا فيديو تاع اليوم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم حاجة بسيطة من يومي. قلت نجرب نصنع العسل في البيت، وحبيت نشوف إلا ينجح وخرج فاق التوقعات كما راكم تشوفوا في الصورة. ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير. ركزوا لي على طريقة التحضير والخطوات لأنها مهمة جدا لنجاح هذا العسل. من كيلو سكر هذا نحو كاس هذا تاع أم وريد، نحوه. جيبي النجرة تكون ثقيلة ولا كوكوطة، وديري النار تكون قليلة، وزعي هذاك السكر باش يذوب لنا بالخف. كي يبدا يذوب ابداي حركي تحريك متواصل، ما تحبسيش حتى يذوب كامل هذاك السكر اللي عندنا. وإلا تحجر لك ما تخافيش، عبزيه هكذا بالمغرف حتى يذوب كامل كما راكم تشوفوا، ونلحقوا للون اللي رانا حابينه. ما تزربيش، تأكدي بلي السكر كامل ذاب هكذا باش الملمس تاع العسيلة تجي ناعمة، ما تلقيش حبيبات السكر فيها. في هذه المرحلة نديرو 2 كيسان وربع ما يكون ما هو بارد ما هو دافي ما هو سخون، من الحنفية. راح ييبس هذاك الكراميل، بصح ما تخافيش، كملي حركي حتى يذوب السكر وتأكدي بلي داب كامل. لهنا نضيف السكر اللي قاعد لي من الباكي، ونبدا نخلط حتى يذوب كامل السكر. ونتأكد السكر ما قعدليش في القاع تاع الكوكوطة هكذا. نجيب القارص نعصر نص حبة قارص، ونرمي هذاك القارص اللي قعد. وباش نتأكد باللي العسيلة تاعي ماهيش تتحجر لي، زدت رميت قيس حبة تاع الجلبانة تاع الشب، رميتها في العسيلة. خدش كمية صغيرة ماشي بزاف، كيلو سكر. هاي العسيلة تاعنا خليناها تغلي واحد ل5 دقائق. شوفوا كيفاش تحسبوا، بعد ما تشوفوها بدات تغلي تحسبوها 5 دقائق وهي تغلي، ومن بعد طفوا عليها. نعاود كي تبدا تغلي العسيلة هذاك الوقت تبداو تحسبوه 5 دقائق، خلوها تغلي ومن بعد طفوا عليها. وهاي النتيجة النهائية تاع العسيلة تاعنا. شوفوا اللون هذاك يشرح الصدر، شجاع ذهبي صافي، الملمس تاعو رطب، خير من تاع برا اللي نشروه مليء بالاضافات. هكذا خدمي عسل ديالك في الدار، ممكن ما يكونش عندك العسيله هذيك تاع برا، تقدري تخدميها في الدار وتسلكي راسك. الحلواجيات اللي يخدموا الحلويات للناس، هذه وصفة اقتصادية تخرج لك بزاف. من كيلو سكر خرجت لي كيلو وزيادة تاع العسيلة. شوفوا القوام، جربوها، ناجح 100%. إذا عجبكم الفيديو تحبوا تشوفوا يومياتي ووصفاتي، مرحبا بكم في قناتي. شجعوني بكلمات طيبة، فنية طيبة تزيد كل شيء جمال. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.